السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم فيه الطريقه باش كنحتفظ بالربيع، سواء في الثلاجه ولا في الفريغو، المهم لمده طويله. ان شاء الله نشارك معكم الطريقه باش كنقيه ونغسلوه ونصايبو. تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه، وغنشارك معكم واحد العصير زوين بزاف ومنعش واقتصادي من طبيعه الحال. هو عصير ديال الحامض وهذا عصير ديال الحامض والخيار. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يجيكم متنوع، المهم تستفدوا فيه شويه. تبعوا ان شاء الله، تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وما تنساوش اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يدعمني بالاشتراك واللايك والتشجيع. الربيع وكنعزل كل حاجه بوحدها، القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو، كرفس بوحدو من طبيعه الحال. كنحيد منه داك الربيع اللي كيجي معاه وداك كنقي مزيان من داك الربيع اللي تيكون فيه والعواد. صافي كنعزل كل حاجه بوحدها وكنغسلو. كنغسلو مزيان كما كتعرفوا، كيكون عامر بالتراب، خصوصا الكرفس، دوك الخيوط اللي تيكونوا فيه تيكونوا عامرين بالتراب. المهم كنغسلو مزيان وكنخليه حتى كينشف، عاد كنقطعو.
دابا من بعد ما غسلت الربيع ديالي مزيان كما تابعتوا معايا وخليته حتى كينشف، دابا غادي نقطعو باش نطحنو في الطحانه ديال الربيع والخضر صافي. وكنحط كل حاجه بوحدها وكندخلهم للمجمد. بالنسبه لهاد الكميه انا غنحتفظ بها غير في الثلاجه ماشي المجمد، غير في الثلاجه لتحت. كندير عليها شويه ديال الزيت المائده ولا زيت الزيتون. كما كتعرفوا انا ما كنشحرش القزبور والمعدنوس، ما كنشحرهمش مع الماكله، اذا كنضيف عليهم زيت الزيتون، شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون والبزار، وكنديرهم في قرعه وكنحطهم غير في الثلاجه لتحت. وكنستعملهم وقت ما بغيتهم. هذه طريقه سهله وبسيطه. هكا كتحطوه في قرعه ولا بواطه ديال الزاج وكتحتفظوا به وكتوفر عليكم الوقت. عوض ما كل نهار تهزوا الربيع وتبقاو تغسلوه وتقطعوه، هذا كتحتفظوا به في قريعه وكديروا عليه زيت الزيتون باش ما يخسرش، اولا زيت المائده اللي متوفر عندكم، وشويه ديال المليحه، وكيبقى شاد فراسو، يعني كيبقى ما كيخسرش مده تقريبا اسبوع صافي. وكتهنى الربيع ديالي هو هاد القبطه ديال القزبور خليتها درتها غير في السلوفان، وها هو ديال القرعه اللي درنا ليه زيت العود، وهذه ميكا ديال الكرافس، وهاد الميكا اخرى فيها القزبور والمعدنوس. طريقه بسيطه وسهله، وكتوفر عليكم الوقت والمجهود من طبيعه الحال. وديال الفريغ انايا كنخليه تقريبا تنقلي غير سكر ملي ما كيكونش عندي الربيع في الثلاجه، كنستعمل ديال الفريغو. والغديوه ديالنا هي هذه، انا صورتها نشاركها معكم، واخا ما صورتها من الاول، المهم نشاركها معكم ما فيها باس. ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه ديال العصير ديال الحامض. طريقه بسيطه وسهله. وحمض والعصير ديال الحامض كما كتعرفوا عصير منعش ومفيد ايضا للصحه، حتى في هذا الوقت ديال البرد والخريف تيكون الزكام الرواح، تيكون الناس مروحين تيبغيو فيتامين سي مركز، فهذه فرصه باش نديروا لهم شي حاجه يستفدوا منها ويربوا المناعه ويحاربوا بها الفيروسات اللي كتكون هكا في فصل الشتاء. بالنسبه للعصير ديال الحامض والخيار عندي جوج حمضات كبار ولا متوسطين، عندي واحد الليمونه وعندي خياره متوسطه الحجم تقريبا. المهم كنقي الحمض ديالي كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. كنحيد ليه ديك الزريعه حيت كتكون مره الا طحنات مع العصير، فكنحيدها كلها ما يبقى فيها حتى شي حاجه. وكنزول القشره اللي بغى القشره راه كيخليها، ولكن الا خليتو القشره كيجي العصير مر بزاف وكيبغي السكر بزاف، فمن الاحسن تحيدوا القشره ديالو باش ما يجيكمش حار. المهم كنقطع الحامض ديالي على هذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا، وكنقيه، والليمون راه قطعته، والخيار ما كنقشروش بزاف، غير كنقص منه شويه القشره صافي، حتى كنقطعوه حتى هو طريفات، وكندوز نطحن العناصر ديالي في الطحان ديال العصير.
دابا ندوز نطحن العصير ديالي. كندير الحامض هو الاول، وحطيت عليه واحد 4 الوريقات ديال النعناع، كندير عليه الليمون، وكندير الخيار، وكنخوي عليه واحد نص سيترو ديال الماء بارد. نتوما تقدروا تصوبوا اي كميه بغيتو، كتضعفوا غير المقادير. وكندير عليه واحد 4 المعالق ديال السكر صافي، وكنطحن كلشي. ملي كيتطحن العصير ديالي كندوز كنصفيه في شي صفايه ولا اي حاجه عندكم، كتصفيوه مزيان وكترجعوا داك اللب اللي كيبقى لكم كتضيفوا عليه عاوتاني الماء وكتعاودوا كطحنوه صافي. هاد الطريقه هذه حتى كتحصلوا على عصير منعش ورائع. هذا ماشي غير في وقت الصيف، حتى في وقت البرد. وهذا هو العصير ديالنا اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفيديو ديالي يعجبكم. نتمنى ان شاء الله تدعموني دائما وابدا، وكنشكركم على المتابعه ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.